السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمها ميرفت وعندها 32 سنة، متجوزة من واحد اسمه نبيل عنده 37 سنة، مخلفين بنوتة. بتحصل بينهم مشاكل زوجية زيهم زي أي اتنين، مفيش بيت بيخلى من المشاكل. بس نبيل أول ما كان بيجي يعلي صوته، ميرفت تاخد بعضها وتسيب البيت من غير ما تفتح بقها. أول ما يعلي بس صوته، لا تتناقش معاه ولا تعلي صوتها عليه ولا كلام من ده، وتاخد بعضها وتاخد بنتها وتلم هدومها وتروح عند أهلها. تقعد 3 4 أيام وتتصل بيه وتقول له تعالى خدني. اتعودوا على كده، كل شوية كل ما يجي يعلي صوته تاخد بعضها وتسيب البيت وتمشي. هو بقى يستغرب هو في ايه، وبعدين ده هي اللي تتصل بيه وتقول له تعالى خدني، خلاص انا زهقت وانا عايز ارجع البيت. المهم لما اتكررت المشاكل بالطريقة ديت، آخر مرة جه يعلي صوته عليها خدت بعضها ومشيت، ولما جت تتصل بيه مرضيش يرد عليها، قال لا بقى لازم أعلمها الأدب. هي مش كل ما أنا أعلي صوتي تاخد بعضها وتمشي، لا لازم أعلمها وأعرفها إن أنا معلي صوتي في البيت على أي حاجة بتحصل غلط ما تاخدش بعضها وتمشي من البيت. مرضيش يرد عليها في التليفون. شوية ورقم غريب اتصل بقى يرن، افتكر ان هي مرضيش يرد على التليفون برضه، قال ممكن تكون بتكلمني من رقم تاني، ولكن الرقم بدأ ان هو يتصل تاني وتالت، فقال لا بقى ارد يمكن يكون البنت فيها حاجة، خاف على بنته. بيرد على التليفون لقى واحدة اللي ردت عليه، وواحدة بتتكلم معاه بدلع. انت مين؟ انا سميرة. انت اسمك ايه؟ ده انا اتصلت غلط. قال لها طب نصحح الغلط. هنا بقى بدأ الغلط، ان هو بدأ ان هو ياخد ويدي معاها في الكلام. هي طبعا واحدة من إياهم، ساكنة في محافظة تانية بعيدة عن المحافظة اللي هو ساكن فيها. يتكلموا هما الاتنين واتدلعوا على بعض وخلاص، واتفق معاها ان هي يعني يقضوا مع بعض ليلة هما الاتنين. وهي طبعا يعني قالت له ان انا دي شغلتي، انا متجوزة وما بحبش جوزي وبعمل الحاجات دي من وراه، ومعايا موبايلين اتنين، وواحد مع للعيلة وواحد تاني كده انا بعمل بيه الحاجات دي. طب هتفق معاك في يوم وهجيلك وهحدد معاك الميعاد. حددت معاه الميعاد وهي اللي راحت له بعد ما اتفق معاها ان هي تجيله في الوقت الفلاني، خدت بعضها وراحت له، وهو بقى هنا حضر القعدة وبتاع وجاب اكل ومية مية وبعدين خبطت بيفتح الباب لقاها هي. دخلت اهلا وسهلا، قعدوا مع بعض وبدأوا ان هما الاتنين طبعا يعني مش هيلعبوا مع بعض سيجا يعني، لا بدأوا ان هما يقيموا مع بعض هما الاتنين العلاقة. طب هي انت متجوز؟ قال لها اه طبعا متجوز. امال فين مراتك؟ قال لها لا ده مراتي غضبانه عند اهلها، كل ما اكلمها كلمتين تاخد بعضها وتمشي. قالت له طب وبعدين هي كل شويه كده تاخد بعضها وتمشي يعني؟ قال لها اه. قالت له لا هتلاقي مراتك برضه كده زي بالظبط يعني. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني هو تلاقيها برضه كده بتعمل علاقات مع رجاله وانت ما تعرفش اي حاجه زي ما انا بعمل كده بالظبط مع جوزي، هي بتعمل كده اكيد معاك، بدل ما هي بتاخد بعضها وتمشي بدون اي سبب كده، يبقى اكيد هي بتعمل كده هي كمان. انا مراتي مش كده، انا مراتي شريفه، انا مراتي مؤدبه، اوعي تقولي كده تاني. وراح ماسكها ضاربها. قعدت تقول له في ايه مالك؟ انا غصب عني، انا ما قلتش حاجه، انا بهزر معاك انا بهزر معاك. بدا يضرب فيها، يضرب لغايه ما خبطها في بوز الترابيزه. وهنا الخبطه كانت جامده، اتفاجئ ان هي وقعت وماتت، بقى مش عارف يتصرف ازاي. الغريبه بقى ان هو بات جنبها ونام جنبها لغايه الصبح، وبعد كده قال اعمل ايه فيها. خدها وحطها في صندوق عنده كبير. الصندوق ده بتاع لعب أطفال، صندوق كبير كده لأن هو عنده محل لعب أطفال. وراح رابط الصندوق كويس وخد بعضه ونزل من البيت وهو شايلها لأن هي كانت خفيفة ورفيعة. وراح تناها كده وحطها في الصندوق وراح عند المحل وحط الصندوق قدام المحل. فالناس بتسأله يعني صحابه اللي حواليه في المحلات يعني ايه الصندوق دوت؟ قال لهم لا ده فيه بس مكنة بايظة، انا هروح ايه عشان خاطر ايه اصلحها، ده عندي في البيت وكده. المهم هنا خد بعضه وراح حط المكنة على توريسيكل وراح في منطقة بعيدة وراح رامي الايه الصندوق. ولكن الحظ الأزرق المنطقة اللي رمى فيها الصندوق كان فيها كاميرات. اللي حصل هنا مراته طبعا رجعت البيت بعد كام يوم شوية، لقوا الأجهزة الأمنية جت علشان خاطر تقبض عليه. في ايه؟ قالوا له تعالى.
مش انت اللي رميت الصندوق ده في المكان الفلاني؟ لا ده مش انا ازاي؟ تعالى، ما الكاميرات اهي رصداك اهي، وانت راكب التروسيكل، وجبنا صاحب التروسيكل وقال على المحل بتاعك ان انت ليك محل في المكان الفلاني، وطبعا صحابك في المحل ارشدونا على مكان بيتك. تم القبض عليه علشان غلطة عملها في غياب مراته. عمل ايه؟ مارس الزنا والعياذ بالله. تم القبض عليه وتحول لمحكمة الجنايات اللي حكمت عليه ب25 سنة سجن. ما حكمتش عليه بالإعدام، لأن هو ما كانش القتل بسبق الإصرار والترصد، ده كان نتيجة إن هو يعني بيتخانق معاها، ما كانش قصده إن هو يقتلها. ده كل ده نتيجة إيه؟ غلطة عملها في غياب مراته. مراتك غابت عن البيت، مش لازم عشان خاطر هي غابت عن البيت أنا أعمل الحرام والعياذ بالله. مراتك غابت عن البيت، خلاص بتتصل بيك وتقول لك رجعني، رجعها. مش واحدة تتصل بيك شمال تجيبها عندك البيت وعلى سن مراتك وتعمل معاها علاقة وتموت منك وتعمل جريمة، وكل ده آخرة الإيه؟ آخرة الحرام. ما هو ربنا قالها في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. أدي آخرة الماشي في الحرام. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.